لو شايف نفسك موهوب في مهارة معينة بس مش عارف تحولها لفلوس، أو لاحظت الناس حواليك أقل منك في الموهبة بس بياخدوا عليها فلوس أكتر منك، أو حتى عندك موهبة مردومة تحت التراب وأنت بتعافر على قروشات في شغل ملوش علاقة بموهبتك خالص، ففي الفيديو ده هشارك معاك 5 خطوات تقدر تحول بيهم أي موهبة أو مهارة عندك لمصدر دخل حقيقي، بل ثروة لمستقبلك إن شاء الله. خليني في الأول أشاركك تجربة شخصية بسيطة. من صغري وانا بحب الكتابة، كنت بكتب قصص واشعار وكل اللي يسمعها يشكر فيها، وغالبا كنت انا الوحيد اللي نقص نص درجة بس في العربي في الثانوية العامة. بس طبعا ما كنتش بعمل اي مقابل مادي من كتاباتي، كنت بسمع مدح بس من اللي حواليا وخلاص على كده. مر الوقت واشتغلت في مجال الاعلانات واكتشفت ان في شغلانة اسمها كوبي رايتر، الشخص اللي بيكتب الاعلانات نفسها. والحمد لله اتقنت الحرفة دي وبقت اول وظيفة ليا ومصدر رزقي لسنين. الرحلة دي علمتني إن في أساسيات تانية لازم تتوفر مع الموهبة عشان تتحول لمصدر دخل حقيقي. عايزك تفكر في الموهبة لوحدها على إنها منتج عبقري جميل معروض في متحف الناس بتعدي من قصاده تتأمل فيه وتمشي. لو كان هدفك الفرجة بس فالمتحف كفاية، لكن لو هدفك كسب المال يبقى لازم الناس تتفرج وتدفع. إزاي بقى تخليهم يدفعوا؟ ده اللي هنمشي عليه مع بعض خطوة بخطوة. أول خطوة هي التحول من عقلية الفنان لعقلية البيزنس مان، إنك تنقل نفسك من سؤال أنا شاطر في إيه لسؤال انا بحل مشكله ايه. الموهوب بيقول انا بعرف ارسم حلو، اما البيزنس مان بيقول انا بساعد البراندات يعملوا تصاميم تخلي منتجاتهم تبان اغلى وتتباع اكتر. الموهوب بيقول انا بعرف اكتب كويس، لكن البيزنس مان بيقول انا بساعد اصحاب البيزنس يكتبوا محتوى يجذب عملاء ويحول المتابعين لمشترين. الاول بيتكلم عن نفسه، التاني بيتكلم عن المشكله اللي بيحلها للناس، وده اللي السوق بيدفع فيه. السوق مش بيدفع لموهبتك، السوق بيدفع للمشكلة اللي موهبتك بتحلها. بيتر دراكر أبو الإدارة الحديثة قالك الهدف من البيزنس هو خلق عميل وإرضائه، مش عرض موهبتك ولكن خلق عميل. يعني تلاقي حد محتاج حاجة وتديها له، مش تعمل حاجة حلوة وتستنى حد يحتاجها. والفرق بين الاتنين زي الفرق بين إنك تفتح مطعم في الصحراء وتقول أنا أحسن طباخ بس محدش بيزورني، وبين إنك تفتح مطعم في منطقة زحمة وتعمل الأكل اللي الناس بتدور عليه وتكسب. في الحالة الأولى موهبتك مش المشكلة، إنما المشكلة هي إنك مش فاهم السوق ومش فاهم العميل ومش فاهم المشكلة اللي المفروض تحلها. عشان كده لازم تسأل نفسك 3 أسئلة مهمة: إيه هي المشكلة اللي موهبتي بتحلها؟ مين الناس اللي عندهم المشكلة دي وعندهم استعداد يدفعوا فلوس عشان يحلوها؟ وإزاي أوصل لهم بأقل تكلفة ممكنة؟ يعني مثلا لو عندك موهبة الرسم، ما تقعدش ترسم على الفاضي، اسأل نفسك مين اللي محتاج الرسم ومستعد يدفع فيه. إزاي الرسم ممكن يحل مشكلة ناس حواليا؟ البراندات مثلا محتاجين يعرضوا منتجاتهم بشكل جذاب، شركات التسويق محتاجة تصاميم إعلانات، أصحاب البراندات الصغيرة محتاجين لوجوهات. كل واحد من دول عنده مشكلة وموهبتك ممكن تكون حلها. فلازم تحدد جمهور هيشوف موهبتك حل لمشكلتهم وتبتدي تركز نتاجك عليهم. الخطوة التانية هي التحول من عقلية المنتج لعقلية المعلم. في ناس بتدفع فلوس للموهوب عشان يعمل شغل، وناس بتدفع له عشان يعلمهم الشغل. الموهوب التعيس بينتج ويحتفظ بنتاجه لنفسه، أما الموهوب الذكي بينتج ويعلم الناس موهبته بمقابل مادي. عايزك تتخيل لو علمت 100 شخص إزاي يعملوا حاجة معينة مقابل $10 للشخص، ده $1000 من نفس المحتوى ومن نفس المجهود. ودي ميزة التعليم. الناس مش بس عايزة تشوف شغلك الحلو، لكن الناس عايزة تتعلم تعمل زيك، عايزة تفهم ازاي فكرت، ازاي نفذت، ايه الأخطاء اللي وقعت فيها وازاي يتجنبوها. وده اللي المعلم بيقدمه، والناس مستعدة تدفع فلوس كتير عشان توفر على نفسها سنين من التجربة والخطأ. فعايزك تبتدي تفكك الموهبة اللي عندك وتدور فيها على الحاجة اللي الناس هتحتاجها عشان تعمل منها فلوس لنفسها، وتحولها لنموذج معرفة وتبتدي تعلمهم سواء بكورسات ولا كتب ولا حتى مدونة. تالت خطوة التحول من عقلية الفرد لعقلية الشريك، وده تفكير بيوفر عليك سنين من المعاناة. بدل ما تدور على عملاء لوحدك، ادخل على أماكن العملاء موجودين فيها فعلا. في مراكز ومحلات وشركات صغيرة عندهم عملاء جاهزين بس محتاجين مواهب زي موهبتك عشان تخدمهم. يعني مثلا لو بتصور كويس، بدل ما تقعد تدور على عملاء، دور على شركات تسويق واتفق معاهم انك تصور محتوى مقابل نسبة. هم هيجيبوا لك العملاء وانت اللي هتصور. لو بتصمم جرافيك، روح لمطبعة واتفق معاهم انك تعمل التصاميم لعملائهم مقابل نسبة او سعر ثابت. لو بتقدم حرفة يدوية، دور على شركات بتنظم مهرجانات تعرض عندهم. لازم تدور على ناس عندهم نفس الهدف بس مهاراتهم مختلفة وتتعاون معاهم. والشراكة الصح ممكن توفر عليك سنتين 3 من بناء قاعدة عملاء من الصفر. بس طبعا لازم تختار الشريك الصح.
حد عنده سمعة كويسة، عنده عملاء راضيين، عنده نفس القيم اللي عندك. ودايما ابدأ معاه بمشروع تجريبي صغير لحد ما تشوف شكل الشراكة عامل ازاي وتبتدي تكبر الشراكة بينكم. الخطوة الرابعة التحول من عقلية الخادم لعقلية الصانع، وده أهم درس ممكن تتعلمه، إنك تحول موهبتك من خدمة لمنتج. مع الخدمة أنت بتبيع وقتك ومجهودك كل مرة، أما المنتج أنت بتعمله مرة واحدة وبتبيعه 1000 مرة. الخدمة محدودة بعدد ساعات في اليوم، أما المنتج مش محدود بحاجة، ممكن يتباع حتى وانت نايم. وده الفرق بين انك تشتغل في شغلك وبين ان شغلك يشتغل ليك. يعني مثلا لو انت مصمم، بدل ما تعمل تصميم جديد لكل عميل من الصفر، اعمل قوالب تصميم جاهزة وبيعها. قالب واحد ممكن يتباع ل 100 شخص، كل واحد يعدل عليه ويحط له بياناته. انت اشتغلت مرة واحدة وكسبت منه 100 مرة. نابليون هيل مؤلف كتاب Think and Grow Rich قال راس المال الحقيقي لأي إنسان ليس ماله بل معرفته وقدرته على التفكير. والتفكير هنا مش بس في إنك موهوب، لكن التفكير في إزاي تحول الموهبة دي لأصل يشتغل لوحده. والأصل ده ممكن يكون كتاب إلكتروني، أو تمبلتس، أو كورس مسجل، أو فيديوهات تعليمية. أي حاجة تقدر تعملها مرة وتبيعها مرات. بس ده طبعا مش معناه إنك تسيب الخدمات خالص، ممكن تعمل الاتنين مع بعض. الخدمات هتديك دخل ثابت دلوقتي، أما المنتجات هتبني لك دخل متراكم على المدى الطويل. النهاردة تبيع 10 قطع، السنة الجاية تبيع 100، وهكذا. وعشان تقدر تحقق الكلام ده محتاج تبدأ. ما تستناش منتجك يبقى مثالي. كتير من الناس الموهوبة بيفضلوا يحسنوا في المنتج وفي الآخر المنتج مش بيشوف النور. ابدأ المنتج بأبسط شكل ممكن، نزله، شوف رد فعل الناس وحسنه بناء على الفيدباك وكرر العملية. مؤسس منصة لينكد إن قالك لو أنت مش حاسس بالحرج من النسخة الأولى من منتجك، يبقى أنت أطلقته متأخر جدا. ولازم تفهم إن الناس مش مستنية منتج مثالي، الناس مستنية منتج يحل مشكلتها، ولو حلها بنسبة 70% حتى هيشتروه ويبقوا راضيين. الخطوة السادسة التحول من عقلية المفكر لعقلية المؤثر، وده أصعب جزء بيواجهه الموهوبين، لأن الموهوب بطبعه خجول، مش بيحب يتكلم عن نفسه ومش بيحب الأضواء. بس المشكلة إن لو الناس ما عرفتكش مش هتشتري منك. موهبتك لوحدها مش كفاية، لازم الناس تعرف عنك وتثق فيك. وده اللي بيفرق بين حد موهوب بياخد فلوس قليلة وحد أقل موهبة بس عامل لنفسه اسم وبياخد فلوس كتير. الكاتب ديل كارنيجي اللي ألف أعظم الكتب في التاريخ قالك النجاح بيعتمد بنسبة 15% على المعرفة المهنية، و85% على القدرة على التعبير والقيادة وتحميس الناس. يعني الموهبة 15% فقط، الباقي كله قدرتك على التواصل مع الناس وبناء الثقة. عشان كده لازم تبني علامتك الشخصية، وده مش معناه انك تبقى مشهور او عندك مليون متابع. بناء العلامة الشخصية معناه ان الناس في مجالك يعرفوك، يعرفوا انك الشخص اللي بيعمل حاجة معينة بطريقة معينة. يعني مثلا لو انت مصمم، ما تبقاش مجرد مصمم، ولكن مصمم اللي بيعمل نمط تصاميم معين. لو انت كاتب، ما تبقاش مجرد كاتب، خليك الكاتب اللي بيكتب محتوى تسويقي يبيع. لو انت بتصور، ما تبقاش مجرد مصور، ولكن المصور اللي بيصور منتجات بطريقة تخليها تبان اغلى من سعرها. وعشان تبني العلامة دي محتاج تنزل محتوى يوري شغلك بانتظام، محتوى يشرح أفكارك ويساعد الناس يحلوا مشاكل صغيرة. ولما الناس تلاقيك بتساعدهم مجانا هيثقوا فيك وقت الدفع. فالخلاصة انت مش محتاج تبقى أحسن موهوب في العالم عشان تعيش من موهبتك، انت محتاج تكون كويس كفاية وتعرف تسوق نفسك صح. محتاج تفهم السوق وتفهم العميل وتفهم المشكلة. محتاج تعرف توصل للناس الصح في الوقت الصح بالرسالة الصح. والحقيقة المرة للأسف الدنيا مش هتديك حقك لمجرد إنك موهوب. الدنيا مش شغالة بالطريقة دي، الدنيا بتكافئ اللي يعرف يسوق لنفسه ويبني علاقات ويلعب لعبة الفلوس اللي قايمة على العرض والطلب. عايزك تفكر في الكلام ده كويس وتعمل وقت عشان تنفذه، لاني اوعدك ان دي الطريقة الوحيدة عشان تحول موهبتك لمغناطيس فلوس. يا ريت لو الفيديو فادك تدعم القناة، وبالتوفيق واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.